بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعة حابب أعرفكم طريقة مهمة جدا عن طريقة ضبط إعداداتك في السرعة، سرعة البيك، سرعة الحركة، تحس إن الحركة مظبوطة متلائمة مع إنك أنت تكون لاعب. وإزاي مثلا تعمل خطوات في الإعدادات لازم تفعلها عشان تكون لاعب كويس وبتعرف تلعب تي دي ام كلاسيك. طريقة سهلة، في إعدادات في اللعبة لازم تقفلها، في اعدادات لازم تشغلها وتفعلها، والطريقة الصحيحة انك تلعب بالاعدادات دي ده هعرفك فيه في الفيديو بتاع النهاردة. بس اتمنى منك الاشتراك في القناة، كومنت منك يشجعني، قول لي لو انت شايف في حاجة غلط في الاعدادات بتاعتي قول لي. انا شرحت الاعدادات دي قبل كده، يعني شرحت جزء منها، بس المرة دي هشرحها لك عملي واوريك لعبي بالاعدادات دي. شوف الفيديو وبعد كده نرجع نكمل كلامنا. ورجعنا ليكم ورجعنا ليكم بعد ما شفت الفيديو. تعالى اقول لك ازاي تعمل الكلام ده، ازاي تجيب زر الحركه تحت كده. انا ده بيمكنني من ايه يا جماعه؟ بيمكنني ان انا اتحرك مرتاح في اي فايت، اي لاعب مرتاح. او هنا كده اقعد فايت وابقى يكله، احس ان البيك نار من مجرد بس ما ادوس على صباعي كده بيحركني باتجاه، بيودي الايم اسيست ناحيه اللاعب. الايم لوحده والله بحسها كده، الايم لوحده بيروح ناحيه اللاعب. لو اللاعب مثلا واخد كفر افضل اضرب بالسهم لحد ما اجيبه، ولو معرفتش اجيبه كده فبعمل جامب وبشيله كده. ده تدريبي مثلا كل يوم في المستودع. كنت بلعب موبايل، لعبت ايباد، وتجربتي ده احسن اعدادات تقدر تلعب بيها، وجربها بنفسك وليك الحكم. اول حاجه عشان تظبط الاعدادات دي حاجات لازم تقفلها ولازم تفعلها. نخش كده على الاعدادات. اول حاجه عرض زر اطلاق النار الايسر، على فكره انا قافله. بص قافله. انا حاطه فين؟ بص انا قافله بس انا عشان اعرف الناس. حاطه فين؟ جنب البيك اهو، ظهر قدامك اهو. بص كده انا خفي على فكره اهو. اول حاجه ده تقفله. قول لي ليه هتقفله بقى، اقول لك ليه بتقفله يا صاحبي. ده لو انت مثلا لو حطيت الزرين فوق بعض ده غلط، لازم تقفل واحد، تخلي الطلق كله يمشي في مسار واحد، اتجاه واحد. ما يخليش الطلق مثلا يروح كل حته، لا، الطلق كله واحد عشان الهيت شوت. دي حاجه انا اعرفها من قبل ببجي، من تجربتي للعبه. انا لاحظت دي فعلا، انك انت لو قفلته بيكون نسبه الهيت شوت عاليه، انما لو فعلته نسبه الهيت شوت بتقل. تاني اعداد تدوير كاميرا الاي دي اس، دي تعمل لها تحطيل، انا اعمل لها تحطيل. بعد كده تدوير الكاميرا اثناء الانحناء، دي برضو تعمل لها تحطيل في عناصر التحكم الاساسيه. تنزل تحت كده تدوير الكاميرا اثناء الانحناء، تعمل لها اغلاق تحطيل. نيجي بقى على طريقه ازاي تخلي السرعه عندك كده بزر الحركه، وده اهم حاجه في شرح النهارده. خش على الاعدادات. بص دي الاعدادات الاساسيه اهو. بص اوضحها لك ومش عاوز اغيرها. ادي الاضاءه مكبرها ليه، ثواني كده عدم الحفظ، انا عاوز اوضحها بس. زي ما انت شايف كده زر الحركه فين، ما ينفعش يجي كده. انا هقول لك الطريقه انك تجيب زر الحركه ده تحت كده عشان تقدر تتمكن من حركتك، وحركتك تكون اسرع وفيها سلاسه اكتر. نرجع كده نطلع نخش ونعمل. انا طبعا بلعب على مخطط واحد، انت بقى حر تلعب على مخطط 3 مخطط. انا عاملها هنا، كنت قايلها في فيديو تاني سابق بس انا هعيدها الشرح تاني. اول حاجه طبعا بيكون عندك كده بتفضي مكان فوق كده، الحته اللي فوق دي تكون فاضيه، وتجيب العين او اي حاجه مش شرط العين، وتجيب زر الحركه كده ترجعه تاني زي ما هو.
كده، هو بيكون عندك بالشكل ده. فانا هجيبه الشكل التاني ده ازاي؟ طلع ده كده فوق، طبق معايا واحدة واحدة، صغره بس شوية، جيب العين، بص بصبعينك تحط بقى الموبايل كده، تيجي على العين، تدوس على العين كده، وتدوس على زر ايه، الحجم الزر، تفضل تكبر وتصغر، وانت ايدك شغالة على تكبير وتصغير، تدوس على زر الركض ده عشان تقدر تصغره كده. تيجي تسحب زر الجيستيك فوق، تفضل تكبر وتصغر، تيجي تدوس على زر الركض، تسحبه لتحت كده، تفضل تكبر برضو وتصغر. لا كده غلط، ثانية واحدة، زر الركض التاني تفضل تكبر وتصغر، تيجي سحبه كده، تيجي دايس على ايه، على زر الحركة، تكبر وتصغر. ايدك ما تتشالش، من اهم حاجة بقى عشان تبقى عارف الطريقة، ايدك ما بتتشالش مع زر الحركة خالص. تيجي سحب زر الركض كده تحت كده. لا كنت خلاص يعني، العملية مش صعبة على فكرة يعني، زي كده. وممكن اجيبه لتحت اكتر، بس ايه، نخليه هو نفس المستوى، نفس اللعبة هناك كده بس. وتدوس حفظ، طبعا تشوف مخطط انت بتلعب عليه وتنفذ الطريقة. تمام، هنا اهو حاطط زر كده، يخلي حركتي سلسة اكتر. انا مش متعود على الاعدادات دي، انا الاعدادات دي مش بلعب بيها اساسا، بس ودي كانت الطريقة. نرجع لاعداداتي، انا عرفتك كده ازاي بتجيب زر الرقم. بس ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس.